ازاي اجيب اول عميل على خمسات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازاي اجيب اول عميل على خمسات؟ هو ليه انا بضيف كل الخدمات بتاعتي على خمسات وبستنى العميل يجي وما بيجيش ومستني العميل يطلب الخدمة، وده مش بيحصل خالص؟ طب سألت نفسك ايه هي النصايح اللي الموقع بيديها لك اول ما الخدمة بتاعتك تتقبل؟ بيقولك كلمتين اتنين: سوق لخدمتك على الفيسبوك او على تويتر. طب ده معناته ايه؟ طب هل الموقع ده بيديك النصيحة دي عشان تركنها على جنب ولا عشان تعمل بيها؟ هو الموقع بيديك النصيحة دي عشان انت تبدأ تسوق للخدمة بتاعتك وتبدأ تجيب عملاء كتير. فالمهم ازاي هنستغل الميزة دي؟ اول حاجة، انت لو خدمتك دي مش فريدة، يعني مفيش زيها على الموقع، مفيش ولا عميل هيجيلك، انت اول حاجة ضايف خدمة في مليون واحد بيعرف يعملها واخدين تقييمات في الموقع، فالموقع بيختار بالأولوية. ايه هي الأولوية؟ تعال اقولك الأولوية. الموقع بيختارها ازاي؟ دلوقتي انا لو عميل داخل عايز تصميم لبوستر معين، قدامي 100 واحد بيقدم الخدمة دي، فرأيك انا هختار ايه؟ انهي واحد ينفذ لي الخدمة دي؟ واحد عنده تقييم 5 نجوم وعامل الخدمة دي للناس قبل كده وكل الناس بتشكر فيه، ولا اختار واحد لسه داخل على الموقع وما عملش الخدمة دي قبل كده وما عندوش ولا تقييم واحد؟ انا كعميل هختار ابو تقييم اللي اشتغل قبل كده. طب دلوقتي ازاي ابيع الخدمة دي في وسط 100 واحد بيقدم نفس الخدمة بتاعتك؟ اول حاجة لازم تضيف حاجة زيادة عن كل دول تخلي العميل ما يفكرش ويختارك. يعني مثلا ابو 5 نجوم خدمته عبارة عن تصميم بوستر واحد ب5 دولار وخلاص، هي دي خدمته. انت هتبقى مميز عنه، هتعمل 3 بوستر بسعر واحد، يعني مثلا 3 بوسترات ب5 دولار. دي حاجة تخلي العميل ما يفكرش ويطلب خدمتك على طول. ده في حال الحاجة، وتبدأ تتعلم وترجع للعميل تاني تعمل له الخدمة بتاعته، فكده انت كسبت خدمة جنب الخدمة بتاعتك وكسبت تقييم وكسبت عميل. يعني مثلا لو انت قابلتك خدمة انت تقدر تقدمها، ادخل ونزل عرض عليها. يعني مثلا لو قابلت خدمة انت تقدر تقدمها، ادخل نزل عرضك عليها وتعالى نجرب سوا نكتب عرض مغري ازاي. بس عشان تدخل تنزل عرضك لازم يكون عندك على الاقل خدمة واحدة مقبولة على الحساب بتاعك. فعشان خدمتك تتقبل، روح اسمع الفيديو اللي فات هعرفك فيه ازاي الخدمة بتاعتك تتقبل في اقل من 24 ساعة. هسيب لك لينك الفيديو اللي فات في الوصف او في اول تعليق. وعشان احنا نكتب عرض احترافي ومغري بشكل احترافي، هنروح على عمنا وحبيبنا شات جي بي تي ونقول له الصيغة اللي انا هقولها له دي. هسيب لك الصيغة دي تحت في الوصف عشان ما تتعبش نفسك. بعد ما تاخد الصيغة دي هتروح تحطها بيست عند العميل، ولازم تكرر الحركة دي
في اكتر من عميل على مدار اليوم بتاعك، والحتة اللي انت فيها دي بينزل فيها عروض كل شوية، فحاول ان انت تتابعها عشان دي هتكون اسرع حاجة تجيب لك بيها عميل على موقع خمسات. دي كانت طريقة من الطرق انك تجيب بيها عميل. دلوقتي نيجي على الطريقة التالتة ودي اهمهم. دلوقتي انت بتقدم خدمة معينة عايز باسرع واسهل طريقة، هتروح تشوف الفيديو اللي فات عشان خدمتك تتقبل الاول، وبعدها ايا كانت خدمتك الطريقه ده تشتغل معاك. دلوقتي انت هتشوف انت بتقدم ايه. مثلا بتقدر تصمم بوستر اعلاني، مثلا هتروح على جروبات التصميم كلها وتنزل عرضك وتقدم العروض بتاعتك دي كلها. هتنضم لجروبات التصميم. دلوقتي لو انت مثلا مصمم هتنضم لجروبات التصميم كلها، لو انت مبرمج هتنضم لجروبات المبرمجين كلهم، لو انت كاتب او مترجم او مصور، على حسب اللي انت بتعمله، على حسب اللي انت بتقدمه هتدخل تشترك في جروبات. اول حاجة تنزل العرض بتاعك بانك عامل عرض على البوستر باقل من ثمنه، فهتنزل نفس العرض اللي احنا هننزله هنا. مثلا هتنزل العرض ان انت عامل عرض على البوستر باقل من ثمنه، ويكونوا بوسترين او 3 او حسب انت ودماغك بقى هتعمل ايه حسب الخدمة اللي انت بتقدمها. تروح وتنضم لكل الجروبات اللي بتهتم بنفس الخدمة دي. واول حاجة بيكون في ناس بتنزل بوستات انها محتاجة الخدمة بتاعتك، فتدخل تعرض عليهم العرض بتاعك. تاني حاجة هتنزل العرض بتاعك على الجروبات دي، ولما تتفق مع عميل وهو ينفذ خلاص قوله لضمان تنفيذ الخدمة هنروح على موقع خمسات، وبعدها هتاخد لينك الخدمة من على موقع خمسات وتبعتها للعميل وهو يدخل يطلبها منك على موقع خمسات. دلوقتي احنا خلصنا من قصة اول عميل، نيجي نفهم رسوم موقع خمسات من العميل ومنك. دلوقتي انت بتقدم خدمة ب10 دولار. اول حاجة العميل بيطلب منك الخدمة بيدفع 12 دولار. طب ليه؟ تعال اقولك. موقع خمسات بياخد منك 5% على حق الخدمة، يعني على ال5 دولار بياخد $1. فبدل ما يسيب العميل يدفع 10 دولار وياخد منك 2 دولار فيوصلك 8 دولار، هو بياخد من العميل زيادة 2 دولار. على كل 5 دولار بياخد $1، فهو بياخد على كل 5 دولار $1. يعني لو الخدمة بتاعتك ب10 دولار بياخد 2 دولار، لو الخدمة بتاعتك ب15 بياخد 3 دولار، وكل ما زاد السعر زاد $1. طب كده انت هيوصلك 10 دولار كاملين. بس خمسات هيسيبك؟ لا، على كل 5 دولار دخلالك هياخد على $1. يعني ال10 دولار اللي دخلولك هياخد عليهم 2 دولار، فيوصلك انت 8 دولار. وبس كده انا خلصت. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو، وما تنساش شيرك يجيب غيرك. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو، وما تنساش شيرك يجيب غيرك.